السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستعين بالله تعالى وأتحدث الليلة معكم في موضوع قد يراه كثير منا في المنام فيتسبب في الضيق أو الألم، يصحى من النوم خايف أو خايفة. إيه هو؟ رؤية الدم. وبالفعل كل الناس حتى لما احنا بنذبح في العيد الكبير ونشوف الدم بإيه بنبقوا فرحانين ان دي أضحية، لكن الدم في حد ذاته النفوس كلها مش بتحب انها تشوف الدم. فهل يا ترى رؤية الدم في المنام كلها شر ولا فيها خير وفيها شر؟ وعلى كل انا عايزكم تطمئنوا، ودي امانة، ان جميع اللي فسروا من العلماء من السلف والخلف في مسألة الدم وفسروه الكلام اللي انا بنقله لكم ده ما هو الا اجتهادات، يعني علشان ما تخافوش ولا غيره. اطمئن، فوض امرك الى الله، توكل على الله. والانسان اللي يصحى من النوم يشوف حلم يضايقه ما يحكيهوش، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص انتهينا. يشوف حلم يفرح قلبه يحمد ربنا، دي بشرى من الله سبحانه وتعالى للانسان. فرؤية الدم يخرج من شخص، يعني انت شفت انسان قريبك او صديقك في مكان بس بيخرج منه دم من اي مكان في جسمه، ديت في حد ذاتها خروج الدم اصلا زوال الهم. الراجل ده عنده هم وانت اللي شفت، لان خلي بالكم اللي بيشوف الرؤية واللي بيتشاف للرؤية الاتنين بيشتركوا في الموضوع اللي هو فيه ده. طيب فان كان من خرج منه الدم او انت اللي شفته وبيخرج منه الدم مريض فشفاء الحمد لله. لكن في مشكلة، واحدة ست بتحب عيالها تلاقي ابنها الصغير بتقول فمه ابني حنكه يعني بيخرج منه الدم. ديت الست ديت الرؤية ربنا سبحانه وتعالى بعتها لك، بيقول لك خلي بالك من ابنك. يعني ايه خلي بالك منه؟ شوفي بيصاحب مين، شوفي بيقعد على الفيس على ايه، شوفوا بيكتب واجبه ازاي، شوفوا مواعيده والتزاماته واكله وشربه، لان ممكن يتورط في مشكلة، والمشكلة قد تأثر على حياته وقد تأثر على سمعة الأسرة. فإذا رأت الأم إن ابنها بيطلع من حنكه دم تلزق له، مش تلزق له يعني تركب فوقيه، لا، تقعد تصادقه وتكلمه وتعرف إيه حجم المشكلة، علشان ربنا بيورينا شيء يجب أن نتجنبه مستقبلا. طيب رؤية دم يخرج من طفل، مش شرط ان يكون ابنها او غيره. واحدة ست متزوجة لقت عيل ابنها او غير ابنها بيخرج منه دم، معناها انت يا مدام حضرتك اصبري، حضرتك ما تتسرعيش، مش الو 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 كل حاجة تشوفيها تنقليها تتكلمي، لا، ده اذا رأت المرأة المتزوجة طفلا من الاطفال يخرج منه دم، ما قلتش المرة دي من فمه بقى، طفل من الاطفال بيخرج منه دم مطلقا، ايه بقى؟ انت هتواجهي تحدي، يعني في صعوبات في حياتك، انت في نذير بالخطر. والرؤية بتقولك ايه؟ اقفي وارجعي الى نقطة الصفر، خدي قراراتك بشرط انها تكون توافق الشرع والعقل، مش هتندمش. يبقى اذا رأيت الدم من طفل معناها ارجعي الى الصواب والى الهدى والرشد، واستشيري العقلاء، استشيري اهل الدين. طيب لو لقينا شخص قدامنا نعرفه او ما نعرفوش بس والعياذ بالله عمال ينزف دم، نزيف الدم غير خروج الدم، لان النزيف دايما بيكون منين؟ من الانف، عافانا الله، اللهم اشف جميع المرضى يا رب العالمين. انت بتتمني للانسان ده هو الخير في حياته، قد يكون ابوها، قد يكون اخوها، قد يكون زوجها، تمام؟ ليه بقى؟ لان المريض عندكم في البيت اذا شفتي حد بينزف يبقى المرض بتاعه هيزول، وتلك امارة، تلك ايه؟ امارة. فاذا رأينا انسانا ينزف يبقى ان شاء الله ان شاء الله انت اللي صاحب الرؤية بتتمنى له الخير، والمريض سيشفى حتى لو كان عنده معضلة من الايه؟ من المعضلات. طب احيانا واحد بيقول ايه؟ ده انا شفت في المنام اكياس. اكياس ايه يا عمي؟ شفت في المنام اكياس دم. كيس الدم، انتوا عارفين ان الدم ده عصب الحياة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل ايه؟
من الماء كل شيء حي. تمام. فكيس الدم في المنام، ان الشخص اللي شفت له كيس الدم معاه او ماسكه ده هيكون مصدر خير ورزق، يعني جايله فلوس وجايله سعاده. طب رؤيه الرجل للدم، لو رجل بقى غير المراه، لو اي راجل من الرجاله، خلي بالك لما تلاقي الدم ده بيحذرك انت، ابعد عن المال الحرام، ابعد عن الذنوب. يبقى رؤيه الرجال للدم غير رؤيه النساء للدم. طب رؤيه المراه للدم على الملابس، خلي بالك، اذا رأت المرأة الدم على الملابس هي بتقوم بعمل كله خداع لها او لجوزها او لاهلها او لاصحابها، بس انت هتندمي. يبقى رؤية الدم على الملابس امر انت من الصادقة فيه وهتندمي. فمن الان توبي الى الله، الحمد لله طالما ربنا ادانا حياة نتوب الى الله. طيب شرب الدم، شخص ما اعرفوش انا واداني حبة دم وشربتهم، انت هتواجه الصعاب. طيب وممكن ايه كمان، لو حد شرب الدم في المنام تؤوليها على انها ايه بقى، كذب، تؤوليها على ان ده حاجه من الشيطان، مال حرام، ذنوب، كل دي تفسيرات صحيحه. طب لو شربت دم من شخص انا اعرفه، التاني ما كنتش اعرفه، سوف تساعده اللي ادالك ويساعدك ويكون مصدر خير لك وانت مصدر خير عليه. يبقى في فرق، عشان اللي بيفسروا احلام ما نطلقهاش بقى كده. اذا شربت دم من شخص ما تعرفوش غير لما تشرب دم من شخص ايه تعرف. طب عزباء ترى الدم، ده تحذير لها. عزباء ترى الدم برؤية تحذيرية لها، بتحذرها من ايه، من الذنوب او من الخلاف بينها وبين بابا وبين ماما وبين اخواتها الكبار. اسمعي يا بنتي كلام ابوك وكلام امك، واحنا شفنا السعيد في حياته اللي بيسمع كلام ابوه وامه. اما اللي طالع فيها وسايق فيها مع بابا وماما يبقى يجي يقابلنا ان شاء الله، بس ربنا يتوب عليه قبل ما يموت. رؤية الدم، طب رؤية الدم، انسان شاف نفسه في المنام والعياذ بالله بيتقيأ دم. اولا عشان تبقوا عارفين القيء في المنام توبة. طب هل القيء بالدم في المنام الامان وامن يشعر به الشخص، قوة وثقة في النفس. طب لو كانت بنت عزباء وشافت في المنام انها بتقيء دم، دي سعادة جاية لها، سعادة، والبنات كلهم عايزين ربنا يسترهم، ادعوا ان ربنا يزوجهم من الصالحين. طب متزوجة ترى الدم على الرجل، يعني في واحدة متجوزة شافت راجل عليه دم، الرؤية بتقول لها خلي بالك يا ست انت غيابة، يعني من اهل الغيبة وانت نمامة، فابتعدي وتوبي. طيب لو احنا لقينا دم الحيض، ها واحدة ست قالت انا شفت دم الحيض، نقول لها ايه بقى، انت حياتك مستقرة مع زوجك. طيب في واحدة ست شربت الدم غير الراجل اللي يشرب الدم، لو الست شربت الدم في المنام توبي الى الله. انت عندك حقد وعندك غل وعندك امراض كتيرة، بس امراض قلوب مش امراض ابدان. وانا في النهاية ارفع يدي الى الله عز وجل، اللهم طهرنا من الاخلاق السيئة وخذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.